حاول يصنع كاوتش عربية بس في الآخر فشل، بس بسبب غلطته دي عمل حاجة العالم كله بيستخدمها. راجل أمريكي اسمه توماس آدمز كان شغال مع مخترع مكسيكي مشهور اسمه أنطونيو لوبيز دي سانتا عشان يصنعوا كاوتش عربيات بمادة بديلة للمطاط. المادة كان اسمها شاكل وبيستخلصوها من شجرة موجودة في المكسيك، بس للأسف كل محاولاتهم فشلت. المادة أول ما بيسخنوها كانت بتلزق وبتتقطع وما بتستحملش أي نوع من أنواع الضغط، وعشان كده توماس زهق وقرر انه يوقف المشروع ده. بس الغريب اخر تجربة عملها توماس خد حتة صغيرة من المادة دي وحطها ببقه، واكتشف ان هي بتتمضغ كويس قوي وفي نفس الوقت بتنضف له اسنانه، وعشان كده حط لها بعض الفليفرز زي الليمون والنعناع والعرقسوس وبدأ يبيعها للناس اللي عجبتهم جدا وبدأت تستخدمها، ومن هنا بدأت صناعة اللبان. وسنة 1871 سجل أول براءة اختراع، وبعد كده فتح أول مصنع لبان، وده ما كانش أول اختراع يجي بالصدفة. استنونا الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجات أغرب وأغرب وأغرب. سلام.